يكون دايت، بس انت اكيد قابلت شخص بياكل كل حاجه وما بيتخنش فعلا، بياكل كل حاجه بكميات مهوله وما بيروحش الجيم زيك، وانت لما بتتنفس بس بتتخن. السر اللي محدش قاله لك قبل كده هو ان في حاجه اسمها النيت، الدينامو والحارق الخفي. النيت يعني non exercise activity thermogenesis، الحارق الخفي بتاع جسمك هو الحاجات اللي انت بتعملها من غير تمرين. الحارق الخفي ده بيتحسب باي حاجه انت بتعملها، لما بتقوم تتحرك من على الكرسي هو ده، لما بتتكلم في التليفون وانت بتتحرك شويه وانت بتمشي هو ده. في ناس بتعمل حركات عفويه كتير جدا وهي بتتكلم، تحس ان هي بتحرك ايدها وبتحرك جسمها كلها، جسمها بيتحرك حركات غير اراديه بيخلي حرقهم اكتر بكتير جدا منك. لقوا ان في دراسه بتقول ان الفرق ما بين لو في حد عنده النيت عالي جدا وحد النيت عنده منخفض ممكن توصل ل 800 سعر ل 1000 سعر. ساعه الجيم بتحرق 300 400 سعر، انما الفرق ما بين دي بس من 800 ل 1000. ازاي نقيس النيت عندنا وتبقى عارف ان هو عالي عندك ولا لا، وازاي نزوده؟ اول حاجه ان الساعات اللي هي زي الابل ووتش، الحاجات الذكيه اللي هي بتقيس حركتك اليوميه، هي دي بتحسب النيت. لو انت بتتحرك اقل من 7000 حركه في اليوم فانت النيت عندك منخفض جدا. لو انت بيفوت عليك ساعة كاملة وانت في وضع واحد، حتى لو انت بتتفرج على حاجة ومش بتتحرك ومش بتمشي، فانت النيت عندك شبه منعدم. طب ده ينفع يتغير؟ لازم يتغير، وبس لازم تمسك ورقة وقلم وتكتب كل يوم ان انت حركاتك كانت قد ايه بالظبط. اعمل كل اللي انا هقوله في الفيديو ده وخليه عندك وابعته للناس اللي انت عارفهم، واكتب لي في الكومنتات انت الحركة اليومية عندك قد ايه، واقول لك دي كويسة ولا لا. قوم هات الشاحن واتحرك وما تطلبش حاجة من حد، وافرك وحرك ايدك وانت بتتكلم، وغير وضعك كل ربع ساعة. لازم وضعك يكون متغير، لو انت قاعد في المكتب لازم تكون كل ربع ساعة بتتحرك، بتعمل اي حركات كده بسيطة، تعمل تمارين تنفس، بتعمل حركات عفوية طول اليوم، استخدم السلم طبعا بدل الاسانسير، هز رجلك وشغل دماغك واعمل كل ده. والنيت هو السر الخفي اللي محدش قاله لك قبل كده.